أهلا وسهلا بكم. النهاردة هكلمكم عن موضوع حصل وتابعته من وجهة نظر الاستشعار عن بعد والأقمار الصناعية فجر يوم 29، يعني بعد ما يوم 28 11 خلص، يعني بعد الساعة 12 مساء بدأت هذه الأحداث الغريبة المستغربة على صور الأقمار الصناعية تحصل بأمان. بتكلم عن إيه بالظبط؟ بتكلم عن، فاكرين الحلقة بتاعتي اللي اتكلمت فيها عن البحيرة الشمالية والبحيرة الجنوبية للريان، وما رصدته من جدار غريب. البعض قال ده جدار مغناطيسي، وأنا ما زلت طبعا في انتظار رد هيئات الاستشعار عن بعد عن المفهوم بتاع هذا الجدار الغريب اللي بيظهر، واللي على فكرة كتير من المتابعين ليا بعتولي قالوا ان هم شافوه برضو بعد ما شافوا الفيديو بتاعي. شافوه، دخلوا على الأقمار على جوجل أكيد ولقوا نفس المشهد واستغربوا وقالوا لي اكتشافك ده شيء عظيم ويجب أن يكون له من تفسير علمي. سوري الأصوات العواء اللي بره. المهم، فلما نيجي نتكلم عن المشاهدات بتاعتي بعد يوم بعد الساعة 12 بالليل، يعني فجر يوم 29، لاحظت ان الجدار اللي كنت رصداه قبل كده في الفيديو بتاعي، فوجئت بهذا الجدار انه جاي عند حتة معينة ومنقطع. تخيلوا الحتة دي فين؟ الحتة دي إحداثياتها بتدي طبعا نورس، يعني بتدي 29 12 24. مش عارفة دي صدفة ولا دي يعني حاجة بتشير لحدث فلكي. يعني أنا مش عارفة العمليات الربط اللي بتحصل من اليوتيوبرز، بعض اليوتيوبرز في المواضيع دي، ميتافيزيكس والكلام ده، لكن أنا يعني بقول لربما ده تحذير من هذا اليوم، إن في أحداث جيولوجية، مزيد من الأحداث الجيولوجية الغريبة هتحصل يوم 29 12 2024، أم إنها صدفة فالإحداثيات مدية كده. برضو أنا دي لقطة مستغربة شوية، لكن الشيء بالشيء يذكر، فخلونا نشوف فيه ودي جايبها لكم في فيديو في آخر حديثي معاكم. طيب، ايه بقى اللي انا لاحظته من عمليات الرصد في بالاقمار يوم فجر 29 برضو بنفس الكيفيه؟ لاحظت ان بلاتو الاهرامات اللي موجود في شمال بحيره قارون حصلت فيه احداث برضو غريبه، متغيرات غريبه. ايه هي متغيرات؟ شقوق بالعرض كده وخطوط سوداء بالعرض في كل الأهرامات، المنظومة الهرمية الموجودة، بما فيها الهرم اللي أنا أعتقد وفقا للوثائق والخرائط إنها ممكن يكون يعود لسيدنا يوسف عليه السلام فكرة إنشائه. وأنا لما بقول فكرة إنشائه طبعا مش هو اللي عمله، لا، هو استحضر المصريين اللي عملها، ولكن هو صاحب هذا الفكر الرائع يعني. فلاحظت خطوط بالطول سوداء. ممكن تكون هذه الخطوط جاية بسبب العبء اللي معمول على الإنترنت في الوقت ده، ممكن، ولكن أنا بستنيت لغاية لما المؤشر إدى 100% بالنسبة لي موضوع يعني استكملت الصورة كاملة من الأقمار الصناعية، وبالتالي هذا الاحتمال قد يكون ضعيف شوية إن هي تكون خطأ في الإنترنت في التحميل، وبالتالي هي فعلا شقوق فعلية حصلت في المنطقة. أنا طبعا رجعت للأهالي، الناس اللي هم عاملين كامبينج هناك في كامب قديم يعني بقاله سنين طويلة، فسألتهم هل في أي حاجة، أي ظواهر فلكية، أي تساقط لأحجار في اليوم ده؟ قالوا لي لا، ما حصلش حاجة.
وبالتالي دعونا نرى ايه الموضوع. انا جايبها لكم في اخر الفيديوهات، وتصبحوا على خير. مع السلامة. هنا انا برجع تاني لنفس المواقع والصور الخاصة بالأقمار اللي كانت ما بين البحيرة الشمالية والجنوبية في منخفض الريان، اللي أنا اتكلمت لكم عنها في حلقة منفصلة قريب. تعالوا نبص ايه اللي حصل في الجدار. ادي الجدار اهو زي ما انتوا شايفين، ماشي طبيعي جدا بنفس الشكل والهيئة بتاعته، وان كان في فتحات بتتفتح وتتقفل زي ما انتوا شفتوا في اللقطة اللي فاتت. اوكي، ومكمل معانا. وطبعا الفجوات السوداء دي اللي بتظهر وتختفي برضو مثيرة للاستغراب شوية. برضو ممكن يكون لود على الانترنت زي ما قلت لكم، ولكن خلونا نكمل للآخر. هكمل اهوت. نشوف هينتهي فين هذا الجدار اللي كان مغلق في الحلقة السابقة، مغلق على نفسه في الحلقة السابقة. اهي برضو خطوط السوداء بتظهر فجأة. هنلاقي هنا، يعني هنا ماشية في الصحراء، ده جوجل ايرث، بس نسخة فيرجن متقدم من جوجل ايرث، ومكملين فيها. وبالمناسبة هو في إسري وفي القمر الصناعي بينج برضو بنفس الكيفية. هو في 5 أقمار مدي نفس اللقطة اهوت. بدأ يختفي سنة، لا هو ظاهر لسه، إلى أن ينتهي عند إحداثيات معينة هتشوفوها معايا بدقة شديدة. وهنا هتبقى مسار استغراب لينا جميعا. أيوة، ادي 29 12 24 شمال. ده يعني هو دي النقطة اللي لفتت نظري وحبيت انكم تشتركوا معايا فيها. هل هي صدفة؟ هنا بقى بلاتو الأهرامات الطاقة اللي أنا كنت قبل كده رصدته ليكم. طبعا ده السلم بتاع الهرم الأملس الأولاني اللي أنا كنت رصدته، في خرم فوق، ثقب فوق. هذا الثقب برضو الملاحظ يوم 28 أو فجر يوم 29 ظهور مجموعة من الشقوق بالعرض في المنظومة الهرمية اللي كانت في الأقمار الصناعية في قبلها بكذا يوم. كمية الشقوق مش بالكمية دي، لكن من الواضح ان في ثمة تأثر جيولوجي حصل في هذه المنظومة، وبالتالي نظرية امتصاص هذا المكان، هذا الشيء، هذا الموقع للأيونات السالبة اللي بتزيد مع زيادة حركة الطبقات التكتونية في أثناء الزلازل. ده نظرية واردة. لاحظتوا هنا معايا النص اللي هو بيظهر، أيوة، النص الأبيض والنص الغامق، وكأن جزء ليل وجزء نهار زي ما شفتوا في اللقطة اللي فاتت. ده هرم برضو تاني اهوت. ده نوع من أنواع الأهرامات اللي هي بتقام فوق تبة، والنوع ده هوت معروف في المنظومات الهرمية اللي اتعملت في مصر قبل كده. يعني في أهرامات بتبقى بتعتمد على، زي الهرم ده هوت، بتعتمد على ان هي تبقى قاعدتها تحت الأرض. في أهرامات تانية بتقام على تلال. ده هرم اهوت، هتشوفوا الشقوق اللي بالعرض. ده هرم تاني غير الأولاني اللي هو ليه سلم بالصعود، وده هرم ضخم جدا. وهتلاقوا برضو زيادة الفتحة اللي في أعلى البنبن بجواره شكل أيوة. والتاني ده هو اللي على التلة، وهتلاقوا 3 شقوق فيه ظاهرة بقوة. دي كلها أنا حاطه لكم في أعلى الفيديو صورة الأهرامات المرصودة في الخريطة القديمة بتاعة هذا الموقع
اللي يفترض ان هو ادي الليل والنهار في القمر الصناعي زي ما انتم شايفين. والخريطة اللي معمولة من 5 قرون برضه انا حطها لكم في اعلى الهرم، في اعلى الفيديو، علشان تعملوا مقارنة، عشان ده البلاتو كامل كده. كده انا قعدت اكتشاف هذا المكان وطبقت الخريطة بتاعتي القديمة مع الشكل اللي موجود في هذا الموقع، وبالتالي انا امام اكبر كشف تشهده الانسانية. انا بقولها بثقة وبدون خجل او قلق او غرور، لكن انا الحمد لله ربنا وفقني ان انا اصل لهذا الشيء اللي بعتبره خدمة كبيرة مني لمصريتي وللإنسانية. ده برضو أحد الأهرامات الضخمة، واللي أنا لا أبالغ حينما أقول أن وراءها مجموعة من الأنبياء عليهم السلام جميعا.